عمر، أنا مهما أقول فيك الأمانة أنا لن أوفيك حقك الأمانة. رجل داعم سواء في المنطقة الشرقية إن لم يكن في المملكة العربية السعودية. نحن كشباب نفتخر بأمثالكم، تدعموننا بكل قوة لكي نبدع. يعطيك العافية وألف مبروك نجاح هذه البطولة بحكم أنك المشرف العام على هذه البطولة. الله يبارك فيك أول شيء، وأنتم بالحقيقة الواجب علينا ندعمكم كشباب، وقوفنا معاكم هذا ما لنا فضل عليه. شفت كيف؟ فأشكر الأخوان المنظمين في اللجنة هنا، وأنتم كإعلاميين دعمتوا البطولة هذه، وحضور الداعمين أيضا من الأخوان من الشركات ومن الهيئات اللي قامت، وأيضا حضور الأمين الأستاذ موسى العنزي ومحمود الرتوعي، وأيضا من اللعيبة القدامى مثل الكابتن ماجد الهملان. والحقيقة اللي أسرني في هذه البطولة دخول فريق بحريني أعطى البطولة يعني قوة صراحة، ويضاف قوة. والله يا جويرنا كانوا منظمين، فريق كنت أتمنى الوصول من النهائي. البطولة هذه الثانية عشر ما شاء الله تبارك الله، ووجود العوائل من أمهات من أخوات، وهذا واجب علينا في المجتمع من حضورهم. وسعدت جدا بكلام الأخوي محمود الرتوعي إن شاء الله تعالى السنة القادمة المدرجات سوف تكون أفضل من كذا. وزي ما أنت شايف والله الجمهور كذا ما دخل الملعب، ما في مواقع متخصصة هنا. فمن لا يشكر الناس يشكر سبحانه وتعالى. أشكركم أنتم كإعلام، وصلتوا البطولة هذه 12 للناس اللي ما حضرت، أعتقد أنهم يتابعونها إن كان عن طريق السنابات، إن كان عن طريق شبكة رس النورة. فأنا قاعد مساعد يتابعني واحد يقول لي جزاك الله أبو عمر أنت وينك؟ أنا أتابعك في الموقع الفلاني. الحمد لله الآن التقنية صارت وأنت في بيتك قاعد. فأشكر الأخ صلاح فيروز، وأشكر فهد سعد، واشكر الاخوان المنظمين، واشكر اللجنه المنظمه من حكام من لاعبين. وزي ما قلت الحقيقه ما في احد خسران في هذه البطوله، الجميع كسبان في هذه البطوله. والله اني انا سعيد اني انا مشرف العام على البطوله، وشفت اشياء يعني ما كنت اشوفها سابقا، بوجود هامات وقامات رياضيه واجتماعيه حضرت من التجار. حتى اخوي سعد المعجل جاء وحضر البطوله واثنى على البطوله حقيقه، وما قصروا. وانتم ما لا اشكركم، اشكرك يا جوير. وما شاء الله من سنه سنه تتطور الشبكه رس النوره. شكرا لك وجودك الله يسعدك. حبيبي 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 حبيبي, حبيبي.